ازاي اعرف ان الراجل اللي معايا بيحبني بجد مش بيتسلى بيا ولا بيلعب؟ سؤال بتسأله تقريبا كل البنات. الراجل اللي بيحب بجد بيتحول لطفل صغير، مش لوحدك اللي بتبقي طفلة عندها 17 سنة شبطانة في حبيبها، هو كمان بيبقى زيك واكتر، عايزك معاه طول الوقت، بتشاركيه كل تفاصيله، مفيش حاجة اسمها مشغول عنك في الشغل. في نص اليوم كده بيبعتلك مسج وحشتيني، كل ساعتين يكلمك يطمن عليكي ويسمع صوتك. قمة الانبساط بالنسبة له ان يسمع صوتك. لو بيديكي نفس الاهتمام اللي انت بتديهوله، والاهتمام رايح جاي مش رايح بس، انتوا الاتنين بتبادلوا نفس الاهتمام. لو يومين معاكي ويومين مختفي، هو كده بيلعب بيكي، ما بيحبكيش بجد. اللي بيحب بجد عمره ما بيختفي مهما كانت الظروف والمبررات. مفيش حاجة اسمها كنت مشغول فانا غبت عنك اليومين دول، انا اسف، لا، مرفوض. بيحبك يعني مبسوط معاكي طول الوقت، عايز يتكلم معاكي في التليفون طول الوقت، عايز يشوفك. على فكرة حاسه انه في مجهود بيتعمل عشانك، انزلي يلا دلوقتي عايز اشوفك، عايز يشوفك طول الوقت. افتحي باب الاسانسير جبتلك الشوكولاته اللي بتحبيها، عايز يساعدك طول الوقت، عايز يشوف حبيبته على طول مبسوطه وسعيده. الراجل لما بيحب بجد بيحس ان الطرف التاني بقى شيء يخصه، انتي مسؤولة مني فانت تخصيني، فانا متكفل بيكي في كل حاجة، انا عايزة ابسطك واساعدك واجيب لك اللي بتحبيه واعمل لك كل حاجة، مش بس ماديا، كل حاجة. بيتكلم معاكي في خطوات جادة، مش انت اللي بتتكلمي معاه فيها. بيتكلم معاكي طول الوقت عن مستقبلكم سوا، مش بيهرب من الكلام في المسؤولية وانت اللي بتتكلمي فيها، لا، هو اللي بيكلمك فيها. لو بيهرب من الوعود هو كده مش قد المسؤولية، وهو كده ما بيحبكيش بجد وعلاقتكم مؤقتة. بيخاف عليكي اكتر منك، يعني لو انت عايزة حاجات معينة فيها تجاوز، هو مش هيسمح بالحاجات دي. لو عايزك بجد وبيحبك بجد هيسمح بالحاجات دي لما يبقى عارف من جواه انه العلاقة دي مؤقتة. حجم المجهود اللي بيعمله عشانك في العلاقة هو ده اللي بيبين قد ايه بيحبك. لو ما بيبذلش مجهود وانت اللي بتبذلي مجهود ما بيحبكيش. لو ما بيهتمش وانت اللي بتهتمي وبتدوري وبتجري ما بيحبكيش. لو بيتهرب من الوعود والمسؤوليات ما بيحبكيش. لو مش حاسه خالص ان انت تخصيه او انت مسؤوله منه ما بيحبكيش. الراجل لما بيحب يشارك حبيبته معاه كل تفاصيل يومه. انا جبت سليبر جديد، ايه رايك فيه؟ انا نازل دلوقتي هشتري موبايل جديد، افتحي شباكك انا تحت البيت. بيعمل مجهود. لو انت ساكنه في المريخ هيجيلك برضو عادي. في مجهود بيتعمل، في حب مبذول، في احساس انت حاسه ان الشخص ده بيحبك بجد. لو حاسه عكس كده يبقى انت برضو صدقي احساسك. اول واحده بيجري عليها يحكي لها كل حاجه بتحصل معاه، مبسوط وهو بيتكلم معاكي، مبسوط وهو بيتشات معاكي، حتى لو بتتكلموا في الولا حاجه عمره ما بيحس بزهق او ملل منك، طول الوقت مبسوط معاكي. ده شخص بيحب.